الكل عم يتنافس على هيدا، لكن المنافسة الحقيقية عم بتكون بين جمهوري كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. أنا رح أعطيكم الفارق بين اللاعبين خلال 3 مباريات، بين لاعب عم يلعب من دون أي ضغط وسبق وأحرز لقب الكأس، ولاعب مستعد يموت من أجل إحراز لقب الكأس وتتويج مسيرته بختامه. كريستيانو رونالدو اليوم كلنا بنعرف عمره 41 سنة، وهذا عمر منه هين أبدا. ليونيل ميسي أيضا كبير في العمر لكن أصغر بسنتين. الفارق اللي عم بيصير انه واحد عم يلعب بلا ضغط، واحد عم يلعب بضغط، واحد محمي واحد غير محمي، واحد محمي من إدارة فريقه ومن مدربه، واحد مش محمي من نفسه ومن مدربه. ميسي لعب 200 دقيقة مقابل 270 دقيقة لكريستيانو رونالدو. كريستيانو سجل هدفين، سدد 10 مرات، 6 منهم كانوا على المرمى. معدل ركضه خلال المباراة 10.3 كيلومتر، بينما ميسي سدد 15 مرة، 9 منهم على المرمى، سجل 6 ومعدل ركضه 7.7. ميسي عم يعرف يحافظ على نفسه بعكس كريستيانو رونالدو اللي وصلت سرعته ل 33 كيلومتر بالساعة، بينما ميسي اكتفى ب 29.1. ميسي صنع 3 فرص كبيرة، كريستيانو لم يصنع. كريستيانو عليه الهدوء والإيمان بنفسه وبالمنتخبه. منتخبه قادر يحرز كأس العالم، منتخب كبير عنده أفضل عناصر بالعالم، فبدل من الركض كل الوقت لمحاولة التسجيل يجب الاكتفاء بدور معين بالملعب، وأنا مأكد أنه الأهداف رح تجي لوحدها، بعكس ميسي اللي عم يتسلى. كريستيانو عليه الالتزام بدور، كريستيانو عليه الالتزام بوقت معين، منه مجبور يلعب لا 90 ولا 100 دقيقة، ومدرب الفريق منه مجبور يشركه 90 دقيقة. هيدا الشيء غائب، النظام غائب. بينما ميسي بيقعد على الاحتياط لدرجة انه في احد المساعدين لسكالوني شاله من الكرسي، رجع عود ورا. بستغرب باصرار كريستيانو رونالدو على لعب كل لحظة. هلا بيجوا العالم بتكره كريستيانو، لا ما بكره كريستيانو، انتم بتكرهوا كريستيانو، انتم ما بتعرفوا مصلحة كريستيانو ولا بتحبوها. انتوا بس مهمكم تزركوا لاصحابكم اللي مع ميسي، وجماعه ميسي زركوا لكم. لكن بعالم كره القدم في اوقات لازم الواحد يعرف ايمتى يهدي وايمتى يصعد. كريستيانو بحاجه للهدوء اولا، وبحاجه لتحديد اوقات لعبه. في يلعب 60 دقيقه من بدايه المباراه، وفي يلعب باخر 30 دقيقه ويكسر الارض. بالنهايه كريستيانو رونالدو واحد من اعظم اللاعبين بتاريخ كره القدم، ومنه بحاجة لأثبات أي شيء لأي أحد، لكن هو الضغط اللي عم بيحطه على حاله عم بيكون قاتل. وإذا ما بينتبه لهالنقطة البرتغال ما بتروح بعيد بكأس العالم.